وبعد كده العربية بيديني مسافة تحذيرية ان العربية توقف بعدها، وبالفعل مجرد ما المسافة دي بتخلص العربية بتتوقف تماما وما بتقدرش نشغلها بعد كده. لازم نعمل ريسيت او برمجة بالجهاز لسيستم الاد بلو تاني. المفروض كده اشغل العربية. طبعا في لمبة تحذيرية زي ما احنا شايفين كده الاد بلو تمام. بعد فترة هو دلوقتي بيديني لمبة تحذيرية، بعد كده يعني بعد تقريبا 1100 كيلو العربية اصلا مش هتدور. والحاجات القصة ديت موجودة في العربيات المواصفات الأوروبية بس، عشان عندهم بيدوا أولوية لنظام ان العادم يكون صديق دايما للبيئة. فطبعا انت لما تزود الاد بلو في قلب التانك العربيه مش هتدور. لازم طبعا استخدم الجهاز عشان اعمل ريست تاني للمنظومه. تمام، فهنعملها دلوقتي مع بعض. طبعا هنبدا نوصل جهاز كشف الاعطال. طبعا انا بدوس ستارت انجن بس من غير ما ادوس فرامل عشان افتح كونتاك بس. الجهاز المستخدم جهاز لانش برو 430. زي ما احنا شايفين كده عملنا اتصال اوتوماتيك بالكنترول العربية او السيارة عن طريق الفيش الاو دي 2. وابدا اعمل تشيك على كل الكنترولات اشوف ايه الاعطال او الاكواد المسجلة. طبعا انا في الاول بعمل حاجه اسمها هيلث ريبورت، ان انا بعمل تشيك على كل الكنترولات اللي موجوده في العربيه عشان اشوف ايه الاكواد التانيه اللي متسجله. دوس صورتي بقى، دوس انت. ماشي. طبعا بنعمل ايقاف لاختصار للفيديو بس عشان بيعد 100% بيكشف على كل الكنترولات. المفروض تكون مثلا كده مفيش عطل مسجل بالنسبه للكنترول. مثلا العطل المسجله هنا بقى بيجيبها لي بالاحمر وهي كام كود، نبدا ندخل عليها. طبعا عملنا خدنا صوت تشغيل للاعطال اللي موجوده، وبعدين نمسحها ونشوف ايه الاعطال اللي هتكمل معانا. طبعا في اعطال ما ينفعش نمسحها